اهلا بك يا عزيزي الكين. غبت بس راجع بشغل تقيل. ده مش مجرد كلام يا زميل، لازم تكون عارف ومتاكد ان مع الكينج مفيش مستحيل. وبناء على ذلك جايب لك فيلم كله اثاره مشتعله. لا بجد يا زميلي حاجه جمدان، اكشن من بتاع زمان. ورغم ان الفيلم قديم بس مع العبد الله هتشوف فيديو في السليم. اتمنى بس تشترك في القناه وتعمل لايك الجميل وفي الكومنتات تقول لي هو ده الشغل التقيل. ويلا بينا. وبيبدأ الفيلم في أشهر مدرسة لتعليم الكونج فو في الصين، وبنشوف أقوى وأكفأ طالب فيها، والطالب ده اسمه لي. وده بقى زميلي ما بيتفهمش شوية مهمة على إيده خلصانة. بيخلص الجولة اللي كان بيلعبها وبيروح لمعلمه. المعلم بيقول له عاش عليك، أنت كل يوم بتتطور أكتر من اليوم اللي قبله، بس أنا عاوزك في موضوع. كان في شخص اسمه هام بيتعلم هنا في المدرسة ولكنه خان المدرسة دي. الواد ده بقى شغال في الممنوعات وكبر وبنى اسمه، بس إحنا لازم نخلص منه لأنه دمر سمعة المدرسة، وإحنا لينا سمعتنا يا ابني. في ضابط ماسك القضية بتاعت هان وبيدور وراه عشان يمسكه. انا عاوزك تساعد الضابط في القضيه، وده عشان نخلص من هان وننقذ سمعه معبد شاولين. فبيقول له يابا نحن لها. بيروح يقابل الضابط اللي اسمه بريت، والضابط بيقول له ازيك يا عمهم. بص انا مش هكتر عليك، الموضوع باختصار ان اللي اسمه هان ده بينظم بطوله للفنون القتاليه كل 3 سنين، وانت ما شاء الله عليك قوي جدا. انا عاوزك بقى تشترك في البطوله دي، وطبعا انت هتشترك فيها عشان تبات في القصر بتاعه زي باقي اللاعبين، وساعتها بقى انت هتدور على المكان اللي بيصنع فيه المخدرات واي حاجه شمال هو شغال فيها. فبيقول له معلش دقيقه وراجع لك. بيروح لواحد من تلاميذه وبيقول له اضربني يالا. الواد بيحاول ولكنه مش بيعرف. بيقول له انت عاطفي يالا كده ليه؟ العاطفه دي مش موجوده في الحرب، ركز على خصمك كويس، يلا حاول تاني. الواد مش بيعرف وليه بيفضل يهزقه، وده لانه كان طري في التدريب النهارده. هو بيقول له لازم تركز دايما. وبعدها بيبدا يتحرك على المدينه اللي فيها هان، وبنشوف راجل باين عليه غني وهو رايح المدينه عشان يشارك في نفس البطوله اللي هان بيعملها، وده هعرفك قصته بعدين يا زميلي. بس نروح لليه الاول. ليه بيكون قاعد مع الضابط اللي بيبدا يكلمه عن هان، ودراعه اليمين اوهارا، وده بقى قوي جدا وياما هزم ناس كتير. المهم يعني ان البطوله هتتلعب على جزيره، وعلى فكره الجزيره دي هان باني عليها مدرسه لتعليم الفنون القتاليه. هو ما تنساش انه كان راهب في معبد شاولين، وعلى فكره هان مش بس شغال في المخدرات، ده شغال في حاجات كتير شمال. فبيقول له طب ليه الحكومه ما تتدخلش وتخلص عليه؟ بيقول له يا ابني احنا ما عندناش دليل، وعشان كده بعتينك هناك عشان تجيب لنا الدليل ده. وما تقلقش في جاسوسه كمان هتبقى شغاله معاه، والجاسوسه دي حاليا واحده من رجاله هان. بيسيبه وبيبدا يتحرك عشان يركب السفينه اللي هتنقل كل المقاتلين على الجزيره اللي هيتلعب عليها البطوله. هو بيفتكر لما كان قاعد مع ابوه وبيعرفه على المهمه اللي هو رايحها. ابوه بيقول له من 3 سنين كنت رايح البطوله دي مع اختك، واللي حصل ان رجاله هان قابلونا وكانوا عاوزين يعتدوا على اختك وانا معاها، وكان معاهم اوهارا دراع هان اليمين. اختك حاولت تضربهم وتجري منهم، وانا كمان حاولت اتعامل معاهم وعورت اللي اسمه اوهارا ده، ولكنهم اتكتروا عليا. اختك فضلت تجري وهم يجروا وراها، حاولت تقتل فيهم، ورغم العدد الكبير نوعا ما يعني كانت مسيطره. وفعلا يا زميلي هي البت كانت مسيطره، واللي بيجي لها على السكه بتنطر على ورا، بتكون معجبه معاهم على الاخر. هو الصعاد والتاخر بتدخل المكان ده، هو بتحاول تستخبى ولكنهم بيحوطوها هنا. وهارا بيوصل والبنت بتعرف ان دي نهايتها، بس كان اشرف لها انها تموت نفسها احسن من الكلاب دول يعتدوا عليها وبعدها يقتلوها. وهو ده اللي عملته يا زميلي. اللي بيتعصب لان ابوه كان مخبي عليه اخته ماتت ازاي. بيروح يزورها في قبرها، هو بيقول لها بوعدك اني هجيب لك حقك من الكلاب اللي قتلوكي. وفي الوقت الحاضر بيوصل على السفينه، هو برضه روبرت بيوصل على نفس السفينه دي. هو بيفتكر لما في بلطجيه طلعوا عليه، هو بيقول له فين الفلوس اللي عليك يالا؟ انت خسرت الرهان اخر مره. بيلاقوا مش عاوز يدفع فبيتكاتروا عليه، ولكن الواد ما بيعتمدش اسامي. قصعد انت من قدامي. بيخلص عليهم وبيرجع للمساعده بتاعته، وهو بيعرف منها ان رصيده في البنك بقى حاجه و60 دولار، يعني مش مكملين ال 100 دولار حتى، وده بسبب كل الرهانات اللي خسرها ودفع فلوسه فيها. وعشان كده رايح يلعب البطوله اللي هان عاملها، وده عشان يكسبها وياخد فلوس كتير. ومن ناحيه ثانيه بنشوف شاب اسمه ويليام، وده بقى محترف في الفنون القتاليه، فعشان كده قرر يسافر على البطوله اللي هان عاملها، لكن الشرطه وقفته في السكه وفضلوا يرزلوا عليه عشان لون بشرته سمراء وكده. الواد اتعصب ونزل فيهم ضرب حرفيا بيسويهم، وبعد ما بيضربهم بيروح ياخد عربيتهم وبيهرب بيها. روبرت بيشوفه وهو بيقول له ازيك يا اسطى عامل ايه؟ وحشني يا ابن اللذينه، بقالنا 6 سنين ما اتقابلناش يا جدع. بيقول له شايف الواد اللي هناك ده؟ باين عليه انه قوي، بس وماله هنحط عليه. السفينه بتتحرك وكل حاجه بتكون ماشيه تمام، بتكون في حشرتين بيتقاتلوا وكل اللي على السفينه بيراهنوا من فيهم اللي هيكسب. الواد ده بيروح على الحشره الكبيره، بس اللي بيراهن على الحشره الصغيره، وبالفعل الحشره الصغيره هي اللي بتغلب. ليه بيفضل يضحك وبياخد فلوس الرهان. وبعدها بنشوف عيل شايف نفسه وعمال بيرازف الاطفال اللي على السفينه. بيروح لليه وبيقول له ازيك يا اخينا، ما تعرفني اسلوبك في القتال؟ استنى بس رايح فين؟ بيقول له ده انت مصمم بقى. طيب انا محتاج مساحه عشان اوريك فيها قدراتي، تعال نروح على الجزيره اللي هناك دي وهنروحها بالمركب الصغيره اللي تحت. الواد بيسمع كلامه وبينزل، بس اللي بيفك الحبل وبيقول له سلم لي على اللي هناك يا غالي. هو مش الواد ده كان بيضايقكم يا عيال؟ طب امسكوا بقى الحبل ده وزلوا اخر ذل يلا عشان يتعلم الادب. وبعد شويه بيوصلوا الجزيره وبيقابلوا تانية المساعده بتاعت هان. وايوه يا زميلي هي نفسها
نفسها الجاسوسه اللي شغاله مع الشرطه. وبنشوف مدرسه هان اللي بيكون فيها طلاب كتير جدا، وبالليل بيكون في احتفال كبير كترحيبا يعني بالمقاتلين الجداد. ليه بيبص لروبر فبيروح له بيقول له ازيك يا اسطى، بقول لك ايه ما تجيب فلوس الرهان اللي انا اديتها لك على السفينه، اصلي محتاجها والله. بيقول له اديك مين يا عم، هو اللي عند الحكومه بيرجع علم بيه، سيبك مني وروح انبسط بالحفله. وفي الوقت ده بيوصل هان يدخل مع حريم السلطان كلهم وبيقول لهم هلوس بالموز، منورين يا شباب، عاوزكم تعرفوا ان البطوله دي ما اتعملش زيها قبل كده، احتفلوا بقى واعملوا كل اللي انتم عاوزينه النهارده عشان من بكره البطوله هتبدا، دقوا الطبوله يا قوم. وبالليل بيبعت المساعده بتاعته لويليام وبتكون جايبه له حريم السلطان. مش هو بس يا زميلي، دول بيبعتوا مجموعه ليه كمان. يا جدعان المكان ده فين عشان اروح، انا بعرف اقاتل على فكره، وده الشكل بعد ما بخرج من اي خناقه. لو عاوز تيجي معايا يا زميلي اكتب لي في الكومنتات بقى. ده بيبعتوا لكل مقاتل بالخمسه سته، الا ده بيبعتوا له 2 بس على قد صحته. بس على فكره يا زميلي انت فهمت ليه غلط، لان البنات اللي كانت جايه له دي بيختار منهم واحده بس، والواحده دي بقى تبع الظابط بريد برضه. وبتقول له بص انا ما شفتش اي حاجه غريبه هنا في القصر، لان كل البنات بيتراقبوا 24 ساعه، بس بالليل بيحصل حاجه غريبه والحاجه دي بره القصر. بيسيبها وبيروح يتدرب، والمساعد بتاع هان بيجي له هو بيقول له الله عليك يا جامد، خليك جاهز بقى اللي هيحصل بكره. فبيتعصب لان هو ده الواد اللي قتل اخته. وتاني يوم الكل بيستعد للبطوله، ليه بيكون واقف يتفرج بس عشان يعرف مستوى كل اللاعبين. هان بيحضر في المكان وبيقعد هو التاني يتفرج. اول جوله بتكون مع ويليام ضد الواد الهاتيا ده، هيلوب بيحاول يسنطر بس ويليام محدش معاه بيكتر. روبر بيكون مراهن عليه وطبعا بيكسب الرهان لان الواد يا زميلي عنده قوه 60 حصان. طبعا انا بهبد مفيش الكلام ده. المهم يعني ان روبر بيقول له انا عاوزك تراهن عليا انت كمان، وزي ما اتفقنا بقى ماشي. بيدخل على الواد ده هو بيسيبه يضربه. هتقول لي طب هو ليه عمل كده؟ باختصار كده يا زميلي، هو عاوز كل اللعيبه تتاكد انه هيخسر عشان ما يراهنوش عليه، وطبعا مش هيراهن عليه غير صاحبه ويليام. ولما خلاص الكل راهن على الخصم، روبر بيبدا يلعب وبيكسب اللي قدامه، بيخسره بكل سهوله، هو في نفس الوقت بيكسب فلوس كل الموجودين في المكان. وبالليل ليه بيجهز عشان يروح يراقب الجو بره، وشكله كده حب البت دي. المهم يعني انه بيتسحب في المكان وبيقدر انه يخرج من القصر. الحارس ده بيشوفه ولكنه بيكشف له وبيركنه على الارض. بيكمل تدوير لحد ما بيلاقي المكان السري اللي على الجزيره، بيبدا ينزل على تحت بالراحه. هو بيعرف ان ده المخزن اللي فيه كل الشغل الشمال بتاع هان. الحارس ده بيشوف الحبل وبيبدا يقطعه، ولكن بيوصل لهيقطع نسله من الدنيا. بيدخل عليه هو واصحابه، كل صحه الفهد يستحمل عضه نيابه. وطبعا الجو بيكون ضلمه فمش بيشوفوا وشه كويس. لا والحظ ويليام انه بيكون بيتدرب في نفس الوقت بره القصر والحراس بيشوفوه، وبالنسبه له فبيشوف ليه بس مش بيتعرف على شكله. وتاني يوم هان بيقول لهم في حشره منكم ضرب رجالتي امبارح وكان بيتسلل في القصر، دوره جاي بعدين، انما دلوقتي انا لازم احاسب حراسي اللي ما يقدروش يقفوا قصاده. بيجيب الواد اللي بياكل اطفال مجففه ده، هو بيدخله يتسلى على الحراس. الواد بيدخل عليهم وبيبدا يخلص عليهم واحد ورا التاني. الله عليك يا ابني والله ده اتخن واحد فيهم ما بياخدش في ايده غير دقيقه او 13 ثانيه، ما تستغربش يا زميلي اصلا انا بعد وراهم. المهم ان بيجي دور ليه عشان يقاتل. بيدخل قصاد اوهارا، وطبعا هو مستحلف له من غير حاجه. بيفتكر اخته ماتت ازاي وبيديله واحده بترقاده. بيستعد للجوله الثانيه، هو بيديله نفس الخبطه في ثانيه. بيبدا يخبط فيه والواد بيكون هيغدر ولكنه بيديه. بيتعصب فبيخبطه واحده طياري. بيعجب في شكله من الاخر يعني، بيعمل منه حمام وبياكله. لكن الواد ده بيغدر وبيكسر الازاز عشان يقتله بيه. يا غلبان هو ده اللي من بدري كان مستنيه. بيرجع عليه وبينزل بواحده سترفانس من بتاعته بيخلص عليه. هم بيتعصب بس مش بيقدر يتكلم لانه هارا خالف قوانين اللعب، ولي كان بيدافع عن نفسه بس. وبعدها ويليام بيروح يكلم هان لانه عاوزه. هم بيقول له اتمنى تكون استمتعت في القصر بتاعي، فبيقول له كان نفسي بس ما بستمتعش غير على قناه محمد الكينج. يخلص بقى عاوز ايه؟ بيقول له انت اللي هاجمت حراسي مش كده؟ بيقول له حراس مين يا عم انت؟ انا ما اعرفش انت بتتكلم عن ايه. وخف هاري بقى عشان ما اسيبلكش الجزيره وامشي. بيلاقي الحراس داخلين عليه ولكنه مش بيعتمد، واللي بيشوفه بيرقصوا باليه. الحلاوه دي اسمك ايه؟ بيدخل على هان بس بيلاقيه محترف في الفنون القتاليه. الواد يا زميلي مالك في المرازيه. بيبدا يديله والخبطه من ايده حرفيا بتدوخه. ويليام مش بيكون فاهم هو ازاي قوي كده، وهان بكل سهوله بيخلص عليه. هتقول لي عمل كل ده بايديه؟ طب عملها ازاي؟ باختصار كده يا زميلي، هو عنده ايد مقطوعه بس مركب بدلها ايد حديد. وبعدها بيستدعي روبر وبيقول له انا عاوزك تشتغل معايا، هنشتغل في الممنوعات يا حبيب قلبي، ودي بقى هتجيب لك كل الفلوس اللي انت عاوزها، ما تفكرش كتير، طول ما انت معايا هتكسب وبس. الواد بيكون لسه هيقول له موافق اشتغل معاك، ولكنه بيشوف جثه صاحبه فبيتعصب جدا وبيقول له يا كلب انت مالكش امان يالا. بيقول له الواد ده خاني فعشان كده قتلته. روبر بيتعصب اكتر وبيقول له انا عمري ما هنضم لواحد كلب زيك. في الوقت ده ليه بيخرج عشان يروح نفس المكان اللي كان فيه امبارح واللي هو المخزن بتاع هان، والمره دي بيلاقي تعبان على الحفره. يا جدعان الكلام ده كله ما بياكلش معانا، هي بضع احنا ناكل الحديد. المهم انه بياخده معاه عشان هيحتاجه. اللي هيشلني انه مد ايده خد التعبان ولا كانه بياخد ورك فرخه. المهم خلينا مكملين يا زميل، دول عالم مجانين. بيبدا يتسحب في المكان والبنت دي بتقول له ساعدني انا عندي 17 سنه، العالم دول هيموتوني. مش بيسمع لها، هو بيكمل طريقه. بيلاقي الحراس دول فبيخرج التعبان عشان يبعتوا عليهم. بيدخلوا الاوضه، هو
الحراس بيخافوا وبينطوا من الشباك، واخينا ده قاعد ولا على باله حاجه، بيبص للتعبان وبيقول له جدع يا سيد اهدى بقى ما تعملش صوت، خليني اشوف انا بعمل ايه. بيضرب الانذار وساعتها كل الحراس بتتجمع وهو ده اللي عاوزه، بيدخل عليهم بكل طاحه واللي بيكتر معاه بيقعدوا في الاستراحه. يابا مفيش هنا راحه ولا بالراحه، ده بروسلي قد منك ليه؟ من الاخر يا زميلي اللي بيلمحه قصاده بيديه، واتخن واحد فيهم بياخد ضربه على الاخره بتوديه. انا بقول كفايه كده يا اسماعيل، مفيش كفايه. الواد يا زميلي في الاكشن حكايه، بيفكرني بنفسي لما بقلع الفلينه. هتقول لي ايه يعني اللي بيحصل ساعتها؟ ولا اي حاجه، بسقع فبلبسها تاني. المهم انه بيمسك الفرمانش ده هو بيبدا يشرمح فيهم، بيدخل الاوضه دي ولكنها بتكون فخ وبيتسجن فيها. بيقعد ولا على باله وهم بيظهر له وبيقول له ازيك يا خالو عجبتني مهاراتك. لا بقى ما انا مع بتشاول نختار الشخص الصح اللي بعتهولي، لكن الجاسوسه بتعرف بريك كل حاجه فبيقرر انه ينقذ ليه. وتاني يوم بتبدا الجوله بتاعت روبر ضد ليه يا زميل. هم بيقول له انا عاوزك تقتله. ليه بيكون واقف ولا على باله وهو وروبر بيبصوا لبعض. البنات اللي شغالين معاهم بيظهروا وهم كمان بيبصوا لهم، وهم بيقول له شكلك مش هتنفذ يا روبر، خش عليه يا بولو. ليه بيكون داخل يدافع عن صاحبه لكن روبر بيقول له خليك انت يا اسطى. بيدخل على ابو قصه وبيبدا يديله الحصه، بس زي ما قلت لك ده بياكل اطفال مجففه يا زميل. بيكون هيخلص عليه ولكن الواد بيلعبها بذكاء، بيدخل عليه بكل غباء وحرفيا بيسنطره. من ناحيه تانيه البنت اللي شغاله مع الشرطه بتبدا تحرر كل المساجين، انما روبر فده حبيب الملايين بيفرم الواد ده زي العجين وبيديله واحده تحت الحزام وبيقول له ريح يا حزين. قام بيقول للطلاب مستنيين ايه؟ ادخلوا افرموهم. حبيبي يفرموا مين؟ اللي بيدخل عليهم زي المجنون وصاحبه روبر بيديلهم العربون. الشرطه بتبدا تتحرك وبالنسبه ليه فمش بيكون جاي يهرب، زي ما قلت لك يا زميلي هو وصاحبه عاملين معاهم الصح والغلط، واللي بيكتر معاهم بينيموه على الزلط. امال ده بروسلي برضه. المساجين بيحضروا وبيدخلوا على طلاب هان، انما ليه وروبر فبيكونوا مسيطرين يا جدعان. اي حد عامل مشاكل بيجي عندهم وبيتاكل، رايح حد هياكل. التخبيط بيكون شغال متبادل مع الكل، واللي بيجي مع الاتنين دول بيبقى نهار وما فيهوش ريحه الفل. قام بيلبس المخلب ده في ايده وبيدخل عشان يخلص على ليه، بس الكلام ده عند ام لطفي اللي بتايد وتطفي. كل ضرباته ولا بتاثر لان اخينا ده مش جاي يهزر، راح سته. الواد ده بيدخل على ليه فبيبعته لجده، بيلاقي هم بيهرب من المكان فبيروح وراه. هو انا هحلك النهارده؟ ده انا جاي لك انت مخصوص. هم بيلبس الايد دي وبيكون مستعد ليه. اللي بيقول له اسمع بقى معبد شاولين بعتوني عشان اسلمك للشرطه، بس انا بقى قررت اقتلك. بيبدا يستعد له بس بيكتشف انه مش سهل برضه وده لانه كان راهب في معبد شاولين يا زميل، يعني كان متعلم اساليب قويه، بس اللي برضك مش شفيه. بيدخل عليه وبيكون مستعد لاي مرضيه، بيبدا يزاوله والواد مش بيعرف يعمل معاه حاجه. بيمسك الرمح ده بس كل ده ولا بيهت ليه. بيدخل عليه وبكل ما عنده بيديه. الرمح بيدخل في الحيطه دي واللي بيقول له ارجع يا بيلاقي نفسه مش قادر عليه فبيدخل في الحيطه بيعدي الناحيه الثانيه. ليه بيدخل وراه وبيكتشف انه في اوضه عباره عن ازاز وبس، اما الخبيث ده فبيفضل يظهر له ويضربه على اخوانه ويختفي. ليه بيتعصب من الشغلانه دي فعشان كده بيلعبها بذكاء وبيبدا يكسر له المرايات. تعالى حبيبي عشان ننهي الحكايات. بيدي الواحده بكل عزمه وبينطر على السيخ بيدخل في قلبه. يلا هو ابن حلال ويستاهل. ليه بيخرج بره وبيلاقي طلاب هان منهم اللي متخلص عليهم ومنهم اللي متكتف، وبالنسبه لتانيه فبتكون ماتت وسط العركه يا زميل. عارف انك زعلان عليها بس مش اكتر مني يعني. المهم ان ليه بيقول لروبر خلاص فبيقول له احنا كمان خلاص يا زعيم. طيارات الشرطه بتوصل وليه بيضحك لانهم واصلين متاخر، بس اهم حاجه انه تمم المهمه بنجاح. وهنا بينتهي الفيلم. اتمنى يا زميلي تكون استمتعت معايا وتنزل في الكومنتات تقول لي تلخيصك حكايه وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك اشعار باي فيديو جديد. واستعدوا بقى لان اللي هينزل على القناه الفتره الجايه باذن الله يعني هيعجبكم جدا، وانتم عارفين اني مش بقول كلام وخلاص. فتاكدوا بقى انكم مشتركين في القناه وتاكدوا برضك انكم مشتركين في باقي قنواتي لان بينزل عليهم عظمه حرفيه. والى اللقاء مع كل جديد. سلام.